بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محسن خليفة، مدير الشباب والرياضة السابق وحاليا. حاليا أنا عضو لجنة متابعة تأمين استادات مصر بقرار السيد الوزير العمري فاروق، وفقا لتعليمات النيابة العامة واشتراطات الاتحاد الدولي في إقامة المباريات الدولية. سبب تكريم حضرتك النهاردة كان والله ايه؟ التكريم هو الوصول إلى سن التقاعد، ومن وجهة نظر السيد المحافظ والمجلس التنفيذي إن كانت الأعمال الخاصة به في مجال الشباب والرياضة طوال الفترات اللي فاتت كانت لها تأثير بشكل عام، سواء من ناحية الإنشاءات أو من ناحية الفعاليات اللي كانت موجودة في السويس. السويس بقت موجودة على الخريطة الرياضية في مصر بالفعل بشكل واضح يعني. اتكرمت النهاردة، خدت درع المحافظة. حضرتك هتهدي الدرع ده لشخصية، آه. ممكن يبقى لينا السبق إن نعرف مين الشخصية اللي انت ناوي تهدي له الدرع النهاردة؟ يمكن أنا كتبت في بوست ليا على الفيسبوك من فترة اسمها ثقافة عم عراقي. عم عراقي ده راجل بستاني، راجل بسيط جدا، لكن الثقافة بتاعته أفادتني ووثقت مفاهيم عندي وأكدتها بشكل كبير جدا. كنت لما بخش الصالة المغطاة وهو بيشتغل عمره ما ساب شغلي وجالي لأن أنا المدير، إنما كان بيستمر في شغله لحد وقت نهاية عمله الرسمي. بعد نهاية وقت عمله الرسمي كان ممكن يجي يسلم عليا ويمشي. هو ده اللي مطلوب من المصريين في الفترة اللي جاية، إن هم يشتغلوا ويبتعدوا تماما عن النفاق، لأن النفاق هو بدايته عربية، ونتمنى إن هو نهايته تكون عربية. يعني افهم من كده ان الدرع ده لعم عراقي. يا عم عراق. نتمنى نكون اول الناس الموجودين اثناء تسليمك الدرع لعم عراق. إن شاء الله. يعني أنا هدعو حضرتك وهدعو مجموعة من الأصدقاء في تسليم الدرع، شكرا. وهدية شخصية مني كمان. شكرا يا فندم، شكرا. شكرا.